متعب شويه بالفرنساوي، اعلنت نقلا عن مصادر امريكيه واعلنت عن نقل عن مصادر امريكيه وفاه الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ده بعد دخوله في غيبوبه مستمره من اكثر من 48 ساعه. ده التقرير الثاني اللي بيظهر عن صحه الرئيس التونسي السابق، كان من 24 ساعه ظهر نفس الخبر، ولكن الجديد في هذا الموضوع انه موقع وطن وموقع الكتروني على الشبكه الدوليه للمعلومات قال انه مصادر مقربه من عيله بن علي اكدت دخوله في الغيبوبه فعلا من يومين بعد اصابته بجلطه دماغيه في جده. كنا اجرينا اتصال صحفي اسمه تيري كورتي في التلفزيون الفرنسي في القناه الفرنسيه الثانيه، واكد بالنص انه تم استيفاء هذه المعلومات من اكثر من مصدر موثق، وان الشيء الوحيد اللي متاكدين منه هو انه لن يتم الاعلان عن اي معلومه او خبر بخصوص صحه الرئيس التونسي السابق بن علي حتى عوده العاهل السعودي للاراضي السعوديه. من المتوقع ان ده يكون يوم الاربعاء اللي جاي. طيب احنا لسه زي ما كان شريف بيتكلم في بدايه الحلقه، احنا منتظرين تعديلات وزاريه او تشكيل وزاري